السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا من مطبخي المتواضع أتحدث من قناتي، وهي تقوم بمسمى مطبخ السعادة. هنا معايا ايه؟ فراخ ني في ني، أسرع غدا ممكن نعمله. يعني بصراحة أكلة سريعة جدا، بنحبها جدا. دي فراخ معانا غسلناها كويس جدا جدا جدا، زي ما انتوا شايفين معايا بصل متقطع جوانح أو أجنحة زي ما انتوا حابين تسموا التقطيعة. طماطميتين كده، بطاطسيتين مقطعاهم زي ما انتوا شايفين كده معايا. بحط كله على قلب بعضه في قلب حل على النار، لان هي اسمها اسرع غدا، ني في ني. من غير بقى تسبيك وبتاع ومش عارف ايه، لا كل ده انا في غنى عنه. معايا مكعب دجاج زي ما انتوا شايفين كده، فلفل اسمر، والفلفل ده يا جماعة انا بحبه بيشيل اي زفارة. معايا هنا قرفة، ملح، 7 بهارات، كل الكلام ده كده حطيته. هديها تقليبة كده بسيطة، وهغطي الحلة. وخلاص انا كده ايه، غدايا جاهز في ثانية الا ثانية. كده معايا خلاص. هغطي دلوقتي على الحلة دي حالا. هعمل هنا حبة رز بشعرية. معانا كده معلقة سمنة بلدي كده محترمة، شوية شعرية محترمين كده. على فكرة الشعرية اكتر في الرز بتكون احسن بكتير، وطعمها بيبقى تحفة. ولو وصلتم حد هنا معايا من الفيديو، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة مطبخ السعادة. ويا رب تكونوا دايما في سعادة، ومن سعادة لسعادة. ربنا يسعد ايامكم وحياتكم يا رب، اللهم امين. وهنا كده الشعرية بتاعتي بدأت تاخد معايا لون. الرز بتاعي عادي خالص، مفيهوش اي افتكاسات، والاكل بتاعي الطبيعي مفيهوش اي افورة. لاني المطبخ بيكون ايه، بيكون زي ما انتوا عارفين اسم قناتي مطبخ السعادة. انا بالنسبة لي بشعر بسعادة وانا في المطبخ، بجد والله. انا بحب المطبخ جدا، ويعني ممكن لو بيضة بقليها ممكن تكون ليها طعم تاني، لاني سعادتي وانا بعملها بتكون طبعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بتكون مخلياني مبسوطة، واللي بياكلها بيحبها اكتر. وهنا كان معايا كوباية رز غسلتها كويس جدا. انا بحب اغسل الرز يا جماعة، في ناس ما بتحبش تغسله، عادي على حسب كل بيت. وزي ما بنقول بالبلدي كده، كل شيخ وله طريقة. وهنا بص الرز بتاعي ما بضيفش عليه الا ملح فقط لا غير. وهنا كانت مية بصراحة ما لحقتش تغلي قوي يعني، فكانت دافية، ما فيش اي مشكلة عادي. هنا كده بصوا باخد الاطراف بتاعت الحلة كلها بقى، شعرية منطورة، رزاية مش عاجباها الحلة، لا بجيب كله كده في الحلة معايا، واسيب كده الرز بتاعي يستوي. وهنا كده يا جماعة ما شاء الله استوى. بصوا ما شاء الله الرز بتاعي مفيش رزاية لازقة في رزاية تانية. كده كان الرز بتاعي استوى معايا. وبصوا ما شاء الله مفلفل كده وجميل. انا بحب الرز يكون كده، على فكرة الرز ده انا كلته حاف. وهنا كده بصوا الفراخ بتاعتي استوت زي ما انتوا شايفين كده معايا. والبطاطس استوت، لان انا مقطعه البطاطس مكعبات ايه كبيره شويه، علشان ايه عامله حسابي ان الفراخ اما تستوي في نفس الوقت البطاطس تكون استوت. طبعا الطماطم ما بتاخدش اي حاجه على النار، والبصل بيدبل على طول. وهنا كده كان اكلتي جاهزت. وهنا طبعا ايه كنت بوريها لكم ان هي استوت ما شاء الله، مفيهاش اي دم ولا اي حاجه. وفي هذه اللحظه اقول لكم مع السلامه، وانتظروني في فيديو جديد.